اليوم أكبر مصيبة ابتلي بها المجتمع المسلم ثنتين. المسألة الأولى التغيير لخلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والفارجة والمتفلجة والقاشرة والمستكشرة والواشمة والمستوشمة، قال المغيرات لخلق الله للحسن، يعني يبني الحسن حسب عرفهن أو عرف المجتمع اللي فيه. فهذه اليوم تجارة ممن لا يخافون الله ولا يرجونه، وفتن فيها النساء حتى غيرنا خلقهن الذي خلقهن الله عليه، الأنف والشفايف والخدود والنهود وكذا 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 يوميا هذا، وتهدر أموال في معصية الله ومحادة الله تعالى ورسوله والتغيير لخلق الله. وهذا من جملة ما وعد به الشيطان بني آدم بقوله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذا رأيت المرأة للتعامل مع التجميل الآن للزينة ما تكاد تعرفها صورتها الجديدة وبئست الصورة، ولا تفكر واحدة تتوب إلا إن يشاء الله. ليش؟ لأنه مظهر اجتماعي، ولما جاءت الوظائف والاختلاط بالرجال سهلت هذه الأمور وصارت ديكور الآن للنساء والعياذ بالله. فكيف امرأة مصلية تالية للقرآن تعلم أنها ستموت يوم من الأيام وستبعث وتسأل عن عملها وربك نسألهم أجمعين عما كانوا يعملون وهي هذا عملها؟ هذا منكر كبير، وهذا معصية من كبائر الذنوب، وهذا تعدي على حق الله جل وعلا، وهذا طاعة للشيطان صريحة كما جاء القرآن العظيم بهذا. ويصير زينة ويصير دائم الزي مظهرها الحين عند الرجال وعند النساء. كيف يكون هذا؟ والمشكلة هي إيش؟ هي الاستهانة، الاستخفاف، إن هذا عادي وإن الإنسان حر. من اللي قال لك حر؟ أنت عبد الله، إن عبدت الله بشرعه فمن حظك، وإنت مرت على الله بشرعه فأنت عبد رغم أنفك. وإذا كنت صادق أنك ما أنت بعبد رد الموت عنك، ولا أطلع من القبر صلح ما أسأت فيه.